بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يمكن كل ما يشغل بال الزملكاويه هي صفقات نادي الزمالك اللي النهارده هنقول لكم اسرار جديده فيها. هنقول لكم تفاصيل مدويه، حاجات انفرادات وحاجات ممكن تكون سمعتها، ولكن خلوني في البدايه اسلم عليكم ونستاذن حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. وقول لي انت كراجل متابع للدوري المصري مثلا او في لعيب في دماغك تتمنى مين يكون موجود في صفقات الزمالك الجديده. يمكن خلونا نبدا على طول بالصفقات عشان ما انساش الكلام اللي انا محضره في دماغي. اول صفقه اعتبرها تمت لنادي الزمالك هو طارق حامد، خلاص اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولكن في حاجه جديده عاوز اقولها لك على طارق حامد. عاوز اقول لك ان طارق حامد جاي نهايه هذا الشهر، عنده اعتقد ماتش في الدوري السعودي متبقي هيخلصه مع الضمك السعودي. هو طبعا كان في اصابه طويله ولسه راجع من الاصابه وما لعبش الماتش اللي فات مع ضمك السعودي، فاضل له ماتش وهيكون فري، عقده انتهى مع ضمك السعودي، وهيعود طارق حامد نهايه الشهر الحالي الى مصر. طارق حامد بنسبه كبيره تتخطى ال 95% هو لاعبا في الزمالك في الموسم الجديد. طارق حامد هيحضر مباراة كاس مصر قدام بيراميدز. ازاي يا عم محمد؟ هقول لك دلوقتي، ولكن خليني اقول لك ان في قناعات كبيرة من ميدو وحازم امام ان لازم طارق حامد يكون موجود. لازم يكون في كباتن بعد شيكابالا وعبد الشافي موجودين في الفرقة. هتقول لي طب ما عمر جابر موجود، اقول لك كلامك سليم. هتقول لي طيب ما عبد الله السعيد بنسبة كبيرة موجود، اقول لك كلامك سليم. ولكن هم شايفين لجنة التخطيط في طارق حامد انه هو كابتن اجريسيف، هو كابتن عنيف، هو قائد داخل وخارج الملعب، هو لعيب على طول تحس ان دمه حر، تحس ان هو يعني مليان حماس دايما. فهم عاوزين الموسم اللي جاي، عشان هيكون في لعيبه هنتكلم عنها دلوقتي كتيره وصفقات سنها صغير، فمحتاجين قائد زي طارق حامد يكون موجود في مقدمه صفقات نادي الزمالك. قلنا ان طارق حامد جاي اخر الشهر، وبنسبه كبيره جدا برضو تتخطى 90% ان لو الامور يعني جرت كما خطط لها طارق حامد هيكون حاضر مباراة نهائي الكأس امام بيراميدز من الاستاد، وهيؤازر الزمالك من المدرجات. فطارق حامد دي القصة بتاعته، ولجنة التخطيط خلاص اوصت بضرورة التعاقد مع طارق حامد، ويبقى قرار لمجلس الإدارة. مجلس الإدارة لو خلص طارق حامد لعبا في نادي الزمالك، مجلس الإدارة لو ما خلصش طارق حامد مش هيكون موجود وهيكمل بقى رحلته في اي دولة عربية. ده بالنسبة لطارق حامد. الكابتن التاني او اللاعب التاني اللي احنا عاوزين نتكلم عليه عبد الله السعيد. ممدوح عباس لما سمع المهازل اللي حصلت في صفقة عبد الله السعيد اتضايق وزعل وقال لك ده ما ينفعش يحصل، انا عاوز عبد الله السعيد يكمل. مجلس اداره الزمالك قال له عبد الله السعيد كتير عليه جدا انه ياخد في الموسم ارقام فوق ال 15 مليون جنيه، فاحنا رصدنا له 15 مليون جنيه في الموسم، يعني في الموسمين 30 مليون جنيه. ممدوح عباس قال لهم اوكي، ادفعوا له ال 30 مليون جنيه على سنتين وانا هشيل الباقي من بره. وهيقعد ممدوح عباس خلال الساعات القليله القادمه مع وكيل عبد الله السعيد عشان يتفقوا على الفلوس اللي هياخدها عبد الله من خارج عقد الزمالك. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده ان عبد الله السعيد باقي في الزمالك اذا قام ممدوح عباس بدعم الصفقه من خارج مجلس الاداره. الكلام ده معناه ان عبد الله السعيد لاعبا في نادي الزمالك الموسم القادم. وجهه نظري الشخصيه عبد الله كبير في السن، كنت افضل لعيب يكون صغير، ولكن ما اعرفش انتوا رايكم ايه. انا شايف عبد الله كبير حتى لو يقعد موسم، انما موسمين كتير. هيبطل وعنده 42 سنه. يعني فرقه انت بتبني فرقه وبتعمل يعني معدل اعمار بتنزل بيه كتير قوي قوي. فدي قصه عبد الله السعيد، ودي الانفراجه اللي حصلت في موضوع عبد الله السعيد.
عاوز كمان اقول لك حاجه تاني. ايه هي؟ الزمالك خلص 4 صفقات محليه وانا بتكلم معاك دلوقتي. 4 صفقات محليه. لعيب باك يمين خلص في الزمالك، ومهاجم خلص في الزمالك، ومدافع خلص في الزمالك، وفي بيقولوا لي يا اما لعيب وسط يا اما مهاجم تاني. جات لي معلومه ان الرابع ده لعيب وسط، وجات لي معلومه تانية ان الرابع ده مهاجم، فهم خلصوا مع 2 مهاجمين مش مهاجم واحد. للامانه ما اعرفش الاسماء اللي هم وقعوا، مش خلص ان هو اتفق، لا 4 لعيبه وقعوا. ممكن يكون منهم غنام محمد بتاع فيوتشر، او علي زعزع اللي هم الاثنين بيلعبوا في فيوتشر، ممكن يكونوا منهم. ولكن اللي انا متاكد منه ان في محمود ممدوح بتاع حرس الحدود، وفي باك يمين مش عارف بقى مين الباك اليمين ده. هل مثلا يعني مش عارف يعني لا كريم العراقي في المصري موجود وما بيلعبش، ما اعرفش. يعني انا ما اعرفش مين الباك اليمين اللي ممكن يكون الزمالك خلص معاه لعيب محلي. ولكن هعرف لكم الفتره اللي جايه مين هم ال4 صفقات المحليه اللي الزمالك خلص معاهم. تعالى ندخل على سام مرسي. سام مرسي حكايته باختصار ان هو لعيب كويس جدا. هو هو كابتن نادي ابسويتش الانجليزي، ورحلته سنين طويله في انجلترا. هو تخطى 30 سنه، اعتقد عنده 31 او 32 سنه. بيلعب ديفندر في نفس مركز طارق حامد. عقده بينتهي مع نادي ابسويتش الانجليزي في 30/6. طبعا الزمالك مش هيقدر يشتريه من نادي انجليزي لان انت هتدفع ارقام هلاميه يعني. فالزمالك مش هيقدر يشتريه. فالزمالك خلاصه المفاوضات مع سام مرسي، هو لسه فاضل له سنه، عقده بينتهي لسه في يناير اللي جاي. فسام الزمالك قال له يا سام خلصت، تعالى عادك جاهز. وخاصة ان هو بتربطه علاقة كويسة سام مرسي باحمد حسام ميدو اللي مصمم على التعاقد معاه. فلو سام مرسي مش موجود الموسم ده ممكن يبقى موجود الموسم القادم في الزمالك، اذا كان على نفس مستواه الفني والبدني اللي هو ختم بيه مع نادي ابسويتش الانجليزي هذا الموسم. فسام مرسي مش هقول لك جاي لانه لسه فاضل له سنة في عقده، والمنطق بيقول ان الزمالك مش هيقدر يشتريه من ناديه. انت هتشتري لعيب من الدوري الانجليزي، فانت بتهزر يعني انت هتدفع كام؟ فده بالنسبه لسام مرسي، يعني سام مرسي كابتن نادي ابسويتش الانجليزي. طب تعالى ندخل على موضوع تاني. عاوز اقول لك اني جت اشاده كبيره وواسعه من العراق لكل حد يسال عن صفقه ميمي. من هو ميمي؟ مهند علي، لاعب الشرطة العراقي وكابتن الشرطة العراقي ونجم المنتخب العراقي وهداف الدوري هناك، جايب مش عارف 25 جون في 27 ماتش، حاجة مرعبة، لعيب مرعب. كل الأسئلة اللي بتتسأل ليه الناس في العراق بما فيهم الكابتن مؤمن سليمان، قال لك ده لعيب وحش، قال لك ده لعيب، ده ماكينة أهداف، ده دبابة بشرية بتمشي على الأرض، ده كاسحة ألغام. قالوا في شعر وقال لك ده لعيب جامد جدا جدا جدا. وفي حالة حزن في الشرطة العراقي على رفض اللاعب للتجديد لأنه عقده خلص فري. فتخيل صفقة زي دي بالكواليتي ده، عنده 24 سنة، بالمهارات التهديفية العالية دي، وكمان فري، لاعب سوبر. اتسأل ميمي مهند علي بعد مباراة الشرطة الأخيرة، اتسأل على الزمالك من المذيع وقال له هل حسمت انتقالك للزمالك المصري؟ رد وضحك كده وقال ليس بعد. فاللاعب تقدر تقول انه هو وقع لنادي الزمالك وخلص مع الزمالك كل حاجة، وهقول لك الزمالك منتظر ايه. ولكن هو خلص مع الزمالك وعقده في حوزة ميدو، احمد حسام ميدو. هرجع لك ليه دلوقتي، ولكن لما نخلص الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. في لعيب تاني اسمه حامد حمدان،
ده لاعب وسط بتروجيت، الزمالك بيتكلم فيه والاهلي بيتكلم فيه. لعيب فلسطيني بيقولوا كويس جدا، انا ما اتفرجتش عليه، ولكن هو لعيب جامد جدا. عقده بينتهي في 30/6 2026 السنه اللي جايه، يعني في يناير اللي جاي يكون فري. يعني بتروجيت دلوقتي يقدر يبيعه مستريح. ليه؟ لسه عقده موجود، ولكن بتروجيت برضه لو اتاخر ما اللعيب هيبقى فري في يناير اللي جاي، فمش هياخد منه ولا مليم. فانت كده بتخسر يا بتروجيت لما تاخد لك كام لعيب في صفقه تبادليه وتاخد لك شويه فلوس، ما انت الكسبان. فبتروجيت عاوز يبيع، الولد عاوز يمشي، الاهلي والزمالك عاوزينه، ولكن وكيل الولد بيفضل الزمالك رغم ان الاهلي الراتب بتاعه اعلى. ولكن وكيل الولد بيفضل الزمالك ليه؟ وكيل الولد يقول له لو راح الزمالك هيلعب، انما في الاهلي مش هيلعب. الاهلي بين رمضان وبين شوال وبين ذو القعده وحاجه، يعني عندهم منتخب العالم. فقال له مش هتلعب في الاهلي، هتقعد على الدكه زي عمر الساعي كده. هم خايفين من نفس مصير عمر الساعي اللي بيلعب في نفس مركزه، يمكن كمان حامد حمدان ده بيلعب ديفندر يعني. فمرعوبين من الاهلي، وهو اقرب للزمالك الا اذا بقى الاهلي رمى فلوس اكتر، والفلوس يعني ساعه بيقولك الكاش الغالي يبقى ببلاش. فده بالنسبه لحامد حمدان، اللعيب اللي بيقولوا كويس جدا، والزمالك مخلص مع غنام محمد وزعزع. اكيد الزمالك هيختار منهم واحد او اتنين، واللعيب او الاتنين الباقيين هيديلهم العقود بتاعتهم اللي هم وقعوها مع الزمالك، وهيقولوا لهم متشكرين كتر خيركم ما نجيلكوش في حاجه وحشه. الزمالك زي ما قلنا وقع مع باك يمين، لسه ما اعرفش مين، ولكن خلص مع باك يمين عشان بيقولوا ان احمد محمود هيطلعوه اي مكان الموسم الجاي، ويكون الموجود الباك اليمين ده مع عمر جابر. انا عاوز اقول رايي، احمد محمود هو نفس قصه احمد عيد، برضه كان لسه عيل صغير وما كناش مقتنعين بيه. اسمعوا كلامي وارموا البحر، اسمعوا كلامي وردوا عليا. نفس القصه، احمد عيد لعيب صغير، ده ما بيلعبش، ده احتياطي مش عارف لمين، ومشينا احمد عيد. دلوقتي احمد عيد في منتخب مصر مع المصري، مع نادي المصري البورسعيدي، وبيلعب منتخب مصر مع حسام حسن هو واسامه فيصل. فهل احمد محمود على خطى احمد عيد؟ يعني احمد محمود كان كويس جدا في الجونه، وكان من افضل الباكات اليمين في الدوري. جه الزمالك مستواه مش افضل حاجه عشان ما بيلعبش. طب انا من وجهه نظري، طب ما تخلي احمد محمود، مع احترامي يعني ده متربي في الزمالك وراح الجونه لعب وبعد كده رجع تاني، يعني لعيب عنده خبرات متوسطه، ما تخليه. الا اذا بقى انت تجيب باك يمين اللي هو بتاع ما اعرفش فاركو ده الواد الاجنبي، انما ما اعتقدش يجيب باك يمين اجنبي يعني، اللي هو جيفرسون انكادا ده واد جامد قوي بس اجنبي، يعني صعب الزمالك يجيبه. لو هتجيب جيفرسون انكادا ماشي، انما ما اعتقدش ان انت هتجيب جيفرسون انكادا. فانا من وجهة نظري بلاش نغامر في اللعيبه الصغيره دي، بتبقى مستقبل، وما نغلطش غلطه احمد عيد واسامه فيصل وحسين فيصل وياسر ابراهيم وامام عاشور. اللعيبه اللي انت بتسيبها دي ما بيروحوا الاهلي. يعني احمد محمود ده ممكن تسيبه موسم ولا اتنين ويبقى نجم مصر ويروح الاهلي. دي وجهه نظري بصراحه في احمد محمود. فده بالنسبه لي. تعال بقى ندخل على اخر حاجه. الحمد لله. تعال بقى ندخل على اخر حاجه عاوز اتكلم فيها معاكم في الصفقات، وهي في مهاجم افريقي ما جابش 24 25 سنه، مهاجم سفاح جامد جدا جدا. بيقولوا ان هو بيلعب في احد الدوريات العربيه، معلومه مش متاكد منها 100%، ولكن بيقول لك لعيب جامد جدا جدا، افضل من مهند علي. نادي عاوز يبيعه ب2.5 مليون دولار، والزمالك بيحاول يخلص فيه او يعني يقلل الفلوس شويه. فاكر لما قلت لك من شويه صفقه ميمي مهند علي بتاع العراق، لما قلت لك هم خدوا توقيع اللاعب
وحصلوا على توقيع اللاعب ومأجلين القصة. ليه؟ بسبب اللعيب الافريقي ده. ما هو الزمالك هيجيب واحد من الثلاثه، يا اما اللعيب الافريقي اللي انا بقول لكم عليه الجامد قوي ده، يا اما مهند علي، يا اما كريم بركاوي. وكريم بركاوي بياخد 2.5 مع الرائد دولار، فالزمالك طبعا مستحيل يديله الرقم ده. وقفوا عند 1,800,000 برضو الزمالك مستكترهم. فكريم بركاوي اصلا بيبحث عن عرض خليجي عشان يفضل يحصل على الراتب اللي هو عاوزه، ولكن هو مازال موجود في ترشيحات الزمالك. فكريم بركاوي ومهند علي الاتنين منتظرين الصفقة الأفريقية دي اللي ميدو مديها نمبر 1 عنده. ميدو مديها نمبر 1، هي دي صفقة الموسم للزمالك. هي دي لو ميدو نهاها يبقى ميدو نهى صفقة الموسم للزمالك. فلو جابوا الأفريقي ده مفيش مهند علي هيدوله العقود بتاعته تاني، ومفيش بركاوي. لو ما جاش الولد اللي هو الافريقي ده هتبقى الاولويه لمهند علي بحيث سنه صغير، هداف اكتر من بركاوي وكمان سعره اقل من بركاوي. فعشان كده بقول لكم اني لسه موضوع المهاجم لم يتم حسمه بشكل قوي. اتمنى بقى نركز على الجناحات وعلى الوينجرز عشان دول يعني هما الامل. انك عشان تبني فرقه كويسه محتاج 4 جناحات، 2 اجانب جامدين جدا و2 محليين. الزمالك زي ما انتم سمعتوا الساعات الماضيه فسخ عقده مع شركه ذات بشكل ودي، شركه سيئه جدا، من اسوأ الشركات اللي لبست الزمالك من ساعه ما انا وعيت على الدنيا. شركه سيئه جدا. فالزمالك فسخ العقد معاه ودي، بيفكروا انه يعملوا شركه باسم الزمالك هي اللي تعمل خطوط انتاج وتلبس النادي بدل الشركات اللي يعني بتضحك علينا وبتستخفلنا بشكل يعني كبير جدا 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 جدا. بص يا رجاله، عمري ما هضيع لك وقتك في تصريحات احمد دياب واحمد شوبير واحمد سالم، الثلاث احمدات. امبارح قالوا تصريحات الثلاثه ما بقتنعش بكلامهم. احمد دياب طبخ الطبخه وهيطلع يبرر، خلاص انت طبخت الطبخه انا مش شايفك. فمش هطلع بقول لك وحيث قال احمد دياب والذي قاله لا يمت بالعداله ولا يمت بالمهنيه وشك في الحيط وقفك ليه. انا ماليش في الكلام ده، ولا هطلع اقول لك دياب قال ايه، لان انتوا عارفين احمد دياب. بص يا فندم، واحد انت عارفه خلاص، فمهما قال هو بالنسبه لك هوا، انت مش شايفه، انت ظالم، انت خدام محمود الخطيب، فخلاص انا مش شايفك. اهري يا مهري وانا على مهلي، انا مش شايفك ومش هتكلم عليك ولا تصريحاتك تلزمني بتعريفه. لا انت ولا احمد شوبير ولا البت هبه اللي بتطلع تتكلم بتاعت الاحمر والاسود. يعني 3، احمد دياب واحمد شوبير وهبه. هبه دي اقذر مما تتخيل، سفله، بتاعت الاحمر والاسود، بتاعت المكالمات الجنسيه. هبه. وكمان احمد سالم ده بيطلع بيتكلم ما تاخدش منه عقد نافع. يعني احمد سالم ده يطلع يتكلم تقعد بعد ما يخلص تقعد تفكر كده هو كان بيقول ايه. عارف انت الليمبي لما كان بيقول هو كان بيكلمني في ايه؟ في اللي بالك لما حسن حسني قاعد يقول له انت الظابط السوانطط وانت اللي تعمل دور الظابط، وقعد حسن حسني قلبه وجعه معاه، وبعد ما حسن حسني خلص الليمبي يقول لك هو كان بيكلمني في ايه. احمد سالم انا ما بقتنعش بكلامه خالص. المتحدث المنفي على طول ما بقتنعش بكلامه، فانا مش هطلع اضيع لك وقتك عليهم يعني. المهم، بعد ثورة الكرامة اللي حصلت في موضوع موبينيل، مش موبينيل، الموضوع اسمه زفت الطين اتصالات. بعد ثورة الكرامة اللي حصلت وبعد الخطوط اللي اتحولت وبعد الملحمة اللي عملها جمهور الزمالك، انت كده مفيش اي شركة هتقدر تزعلك. حتى لو راعي الاهلي مش هتقدر تزعلك، ومش هتجامل الاهلي على مصلحتها الشخصيه. انسى. فاللي انتوا عملتوه مش هيتكرر معاك في المستقبل.
بسبب ايه؟ اللي صوتي اتنبح عليه، فاكرين؟ خد موقف. مش لازم تاخد موقف بالزعيق وبالخناق، ممكن من تحت لتحت تضرب عدوك وانت بتبتسم في وشه، وانت موريله ان انت انا ما اعرفكش انت مين، وتضربه وتدمره. يعني بحب الجيم ده، بحب الجيم ده، انا بحب الجيم ده. فاتمنى ان احنا نكمل على هذا المنوال، ان احنا نكون متحدين. اتمنى شوفوا لما اتحدنا كلنا بقينا اقوياء ازاي. سيبوكوا بقى من التفرقه، وسيبوكوا من ان ده مع ده وده مع ده وده مع ده. خليكوا مع الزمالك. انا صوتي اتنبح، خليكوا مع الزمالك، تخليكوش مع حد، تخليكوش مع اشخاص. دول كلهم بتوع مصالحهم، دول كلهم كدابين افاقين. اللي عاوز يشغل عياله، واللي عاوز يعمل لنفسه مش عارف ايه، واللي عاوز عشان بعد ما يموت عياله يبقوا موجودين فين. كلهم كدابين وافاقين، كلهم بتوع مصالحهم وبتوع هيصه وبتوع دوشه وزفه كدابه. افهموا بقى، افهموا بقى، ابوس ايديكم افهموا. زي ما يعني ما فهمتونيش ساعة زيزو وشتمتوني وبهدلتوني، وانا الزمن بيكرر نفسه، الزمن بيكرر نفسه. اسمعوا كلامي، الناس دي كدابة بتوع مصالحها الشخصية. والله 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 وحق لا اله الا الله محمد رسول الله، عامل لهم بلوك من الاربع تليفونات بتوعهم. والله كدابين، وحاولوا يتواصلوا معايا ويتكلموا معايا، والله وحياة ولادي انا اللي عامل لهم بلوكات ومش عايز اعرفهم، وحياة ولادي. فانا مش عايز اضيع بس وقت الحلقة، ولكن حبوا الزمالك بس، حبوا الزمالك بس. موضوع مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية بتاع اليد ده موضوع لطيف قوي. انا ما بتكلمش في العاب الصالات، ولكن عجبني ان اتحاد اليد كسر شوكة الخطيب، والخطيب كان عاوز الترجي التونسي مش عارف هو اللي يشارك ليه، مش عارف. انا ما بفهمش في العاب الصالات بصراحة، ولكن عجبني الخطيب. عرفت ان هو بينهار وبدأ يتكلم مع حسن مصطفى، الحقني انقذني الزمالك داخل. مش عارف الخطيب عنده عقدة ليه من الزمالك، مش عارف الخطيب مرعوب من الزمالك ليه. يعني انت يا بيبو خلصت على خدت الفلوس وخدت الزيتون وخدت الغسالات خدت اللعيبه من الزمالك، وخدت الشركات الراعيه، وخدت الاعلام في جيبك، وخدت اتحاد الكوره في جيبك، والرابطه في جيبك، واحمد دياب في جيبك، واللجنه الحكام في، انت كل حاجه في جيبك. انما اللي انت مش قادر عليه هو جمهور الزمالك. دي الحاجه الوحيده اللي الخطيب مش قادر عليها. وهيعيش وهيموت محمود الخطيب بعد ما يموت، وجمهور الزمالك عايش يا بيبو. بعد ما تموت يا حبيبي جمهور الزمالك عايش، وجمهور الزمالك واقف لك، وجمهور الزمالك هيكسر شوكتك. ده اللي انت ما تعرفوش. خلص على اي حد، على مجالس ادارات، على خلص على اي حد، انما جمهور الزمالك واقف لك زي الشوكه في الحلق. اوعى يغرك جسمك، اوعى يغرك زيتونك. اعلان اهو مش قادر تذيعه، لا انت ولا الشركه الراعيه بتاعتك. ليه؟ عشان جمهور الزمالك واقف لك، اللي انت مش عارف تخرجه من المعادله. هيفضل كابس عليك وكابس على نفسك يا بيبو 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 الله يا خطيب. فده بالنسبه لانهيار الخطيب والكلام والحكايات والروايات. اسلام صادق اداها حته من الموزه، حته من الموزه. اسلام صادق بصراحه عجبني قوي. بيقول لك ايه؟ بعيدا عن الاعلان المسيء والنقاط الثلاثه وصفقه كيد النسا، بعيدا عن ده كله، اخبار الاستاد ايه؟ ايه يا اسلام، ما انت عارف اخبار الاستاد ايه؟ بيبو 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 الله يا خطيب بيلبس البتاع اللي هي بتاعت المهندسين دي، بتاع عامله زي الكزرونه بتاعت اللبن دي، لونها اصفر كده، مش عارف بيسموها ايه. لو حد مهندس معانا يقول لنا البتاع اللي هي كزرونه اللبن دي، مش عارف تيفال ولا ايه، بتاع كده لونها اصفر بيلبسوها عشان، والمهم الكابتن خطيب بيلبسها. يعني الناس بتلبسها عشان لو حاجه وقعت مثلا على دماغه ولا حاجه لا قدر الله يعني ما يتعورش. انما الخطيب لابسها وما فيش حاجه فيه، فانت لابسها ليه؟ يعني لابسها وماشي في الصحراء. طب انت لابسها ليه يا كابتن؟ ده حتى تحررك، الجو حر. بتاع الكزرونه دي مش عارف يعني قولوا لي اسمها، عامله زي الكزرونه كده بتاعت اللبن، وماشي ورايح والاستاد والاستاد والاستاد، ونشيل الرمل من هنا نحطه من هنا، نشيله من هنا نرميه هنا. فين الاستاد؟
فين الاستاد يا بيبو بيبو؟ الله يا خطيب، فين الاستاد؟ على رأي اسلام صادي، فين الاستاد؟ فين الاستاد؟ طيب نسيت اقول لكم حاجه. موضوع كاس اللي بتاع اللي هو اليد ده وكاس العالم والكلام ده، الاهلي ما كانش عاوز الزمالك يشترك. اوكي، ما فيش، انا يعني انا برضه عشان ماليش في العاب الصالات، فانا ما اعرفش ايه قوه الاهلي ان هو مش عاوز الزمالك اللي يشترك. مش المفروض مثلا الموضوع في ايد اتحاد اليد يعني كده، ولا الاهلي هو اللي بيختار المنافسين؟ انا ما اعرفش بصراحه. ولكن ماذا لو كان العكس؟ الزمالك هو اللي منع الاهلي من الاشتراك في هذه البطوله. العيال الاعلاميين الخارجيه اللي بيطلعوا كل يوم بالليل بالبدل والجرافطات على التلفزيون كانوا هيقولوا ايه؟ الوطنيه ونادي الزمالك ده برضو نادي وطني يا زمالك، ده نادي مصري، ده ابن بلدك اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود. كنت هتطلع تسمع ايه؟ والوالد حريم. انما عشان ده الاهلي فالحريم قاعدين مش قادرين يتكلموا. الحريم قاعدين مش قادرين يتكلموا عشان حريم. عشان ايه؟ حريم. حريم بنا. ايه حريم بنا دي؟ فده بالنسبة للكلام والحكايات والروايات. عاوز اقول لك اخر حاجة، موضوع برضو انتوا جبتوا فلوسكم منين؟ والله العظيم يا جماعة، تعرفين انا ايدي في الاهلي طايلة. مرعوبين من فرع اكتوبر، وخاصة ان الزمالك زود المساحة الاستثمارية ل 10%. مرعوبين من الموضوع ده. هم في واحد عندنا هو بيقول على نفسه زملكاوي ورمز، انما هو ولا زملكاوي ولا رمز، ولا التاريخ هيذكره باي حاجه عدله. دول هيموتوا من فرع اكتوبر. الاهلي هتلاقي فيه هيجان بعد ما انت خلصت غرامات الفيفا. ليه؟ لان كان قبل كده اللي داخلك مش بتاعك، انما دلوقتي اللي داخلك بقى بتاعك. هيخش لك 10، ال10 داخلين جيبك. الاول كان بيخش لك 10، فانت كان بيخش جيبك يعني 2 أو 3، وال8 وال7 رايحين للفيفا. انما دلوقتي انت قربت تخلص. لسه فاضل ساسي ولسه فاضل نضاي وميشالاك. انما يعني ساسي انا سامع انهم هيخلصوا معاه قريب. انما نضاي وميشالاك بنسبه كبيره هيخلصوا بدري معاهم، وهيقولوا لهم يعني انتم الموضوع هيقعد في الفيفا مثلا من 2 ل3 سنين. طب ما تاخدوا فلوسكم دلوقتي، طب ما تاخد جزء دلوقتي. فهيفكروا اللعيبه، هيقول لك ناخد دلوقتي. فانت بنسبه كبيره قربت تخلص كل المشاكل اللي عندك، وكل اللي داخلك هيكون في جيبك. اللي داخلك هيكون في جيبك. فهم مرعوبين من الكلام ده. الزمالك ما ينفعش يقف، رغم انهم هم اللي معاهم الفلوس وهم اللي معاهم النفوذ وهم اللي معاهم كل حاجه. ولكن طب ما انت خدت منهم السوبر افريقي وهم معاهم كل حاجه. هم مرعوبين من وقفه الزمالك، عكس بيراميدز. بيراميدز ما فيش وراه جمهور، انما الزمالك هو بجماهيره اللي واقف لهم زي الحلقه في الزور. فعشان كده هم مرعوبين من انك انت اصل جبت فلوسكم منين. ده رعب ان الزمالك هيقف، ده رعب. والتاني اللي هو محسوب علينا، التاني اللي محسوب علينا بتاع الهيصه اللي اللي في اليوم 20,000 مؤتمر، برضه هيموت من فرع اكتوبر، لان عارف ان الفلوس هي اللي بتنجح. والفرع بدأ يدخل فلوس، وكل سنة هيدخل فلوس. هيموتوا هيموتوا هيموتوا. فده بالنسبة لموضوع فرع اكتوبر. عاوز اتكلم يوم 7/6 في ماتش ودي ما بين تونس والمغرب. ركز بقى معايا عشان الحته دي حلوه. تونس والمغرب، مش تونس والمغرب هيلعبوا بعض يوم 7/6 في الاجنده الدوليه. مصر لغت الاجنده الدوليه عشان خاطر الننوس الفاسد عنده كاس العالم للادويه. فمصر لغت الاجنده الدوليه عشان الننوس بيلعب باسم مصر الفاسد. طب سؤال لحضراتكم يعني، ولو في اهلاوي محترم بيسمعنا يعني يرد عليه. هو مش تونس عندها الترجي التونسي
مشارك في المونديال. هو مش المغرب عندهم الوداد مشارك في المونديال. ليه ما لغوش الاجنده الدوليه بتاعتهم؟ وفي لعيبه في المنتخبات ومش عارف ايه، سواء في الترجي او في الوداد. ليه ما لغوش الاجنده الدوليه؟ عرفت احنا ليه منظومه فاسده في كره القدم؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ ف احنا في اخر بلاد الكوره في العالم. خلينا نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله مش هنطول عليكم. ان شاء الله نتقابل دايما على خير وصحه وسعاده. لا تنسونا من الدعم اللي بننتظره منكم، وشوف حضراتكم على خير ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم. على الف سلامه.